ماكو الله ولا محمد، وانا واثق من كلامي، واللي يناقش خلي يناقش. المن تصوم وتصلي والمن تزور المراقد، انت بالاوهام عايش. ماكو الله ولا محمد، وانا واثق من كلامي، واللي يناقش خلي يناقش. المن تصوم وتصلي والمن تزور المراقد، انت بالاوهام عايش. عمي اصحى اصحى، عمي اصحى وخلي يستعدل ضميرك. وين عقلك بالمجارش؟ ماكو الله، ماكو الله، ماكو غير الله ومحمد، ماكو غير الله ومحمد، ثم رب الناس شاهد. واللي يناقش خلي يناقش. من تصوم ومن تصلي ومن تزورون المراقد، انت بامر الله عايش. شمس تطلع او تغيب والقمر ينير الليالي، ماكو غير الله ومحمد. العدل والحق ثابت، نعم لله والمحمد، وانا واثق من كلامي. واللي يناقش خلي يناقش، كل شي بدنياك شاهد. عمي اصحى، فكر وعدل ضميرك، ما يصير الليل يمشي والنهار يكون شاهد. ماكو غير الله ومحمد، وانا واثق من يقيني. ماكو غير الله بنظامه وبحكمته، كل هذا الكون عايش. انا واثق من ضميري، الحقيقة ما تهاب اللي جهلها، وللحقيقة الكون شاهد، وكل دليل يثبت وجوده. وانت بالاوهام غارق، شمس تطلع بأمر ربه، قمر يضوي السماوات، والنجم يا عم عابد. عمي اصحى خلي يستعدل ضميرك، عمي اصحى وشوف ربك، خلي الله بين عينك. واللي ينكر ضاع عمره، فكر وحرك ضميرك. ماكو غير الله خالق، ماكو رب اعظم من الله. تحياتي للشاعر ابو ابراهيم. اللي يريد يعرف شنو قصة هذا الشعر تابع الفيديو لنهاية الحلقة وراح تعرف شنو القصة. قناتي الجديدة بصندوق الوصف جوا الفيديو اللي يحب يشترك بيها. وبهاي القناة مستمرين لمحاربة المحتوى المسيء لسمعة العراق. ليش؟ لان انا جيت اغير الذائقة السمعية والبصرية للمشاهد العربي وبالاخص العراقي. إذا اعتزلت هاي النماذج عن تقديم المحتوى السيء ما راح يظل عندك محتوى، لأن عيشتك عليهم وعلى تفاهتهم. هذا التعليق اجاني من شخص تافه أعرفه معرفة سطحية، والله ما يفرق شيء عن هاي المحتويات التعيسة، بس هو يختلف عنهم بشيء واحد، هو قاط ورباط. يعني بين قوسين طير الشهادة يصير حاله حال محتوى حسحس، بس الشهادة شايلته. شوف عزيزي التافه، النقد اللي أقدمه ما يعتمد على أشخاص معينين، لأن المحتوى السيء موجود بكل مكان. يعني مثل تعليقك أيضا يندرج ضمن المحتوى التافه. هدفي مو شخصنة الأمور، لكن تسليط الضوء على أي شيء يضرب الوعي والثقافة العامة. إذا اعتزلوا فهذا مو ضعف مني، بل دليل على نجاح هدفي بتطهير الساحة من التفاهة. وقتها راح أركز على قضايا تستحق الاهتمام بدل هدر هذا الوقت على المحتوى الهزيل. النقد اللي أقدمه رسالة، مو عيشة على ناس يضرون المجتمع بمحتواهم. إذا اعتزلوا فراح يكون هذا أكبر إنجاز إلي، لأني ساهمت بإسكات أصوات ما تقدم غير التفاهة وتسيء لسمعة بلدي العراق. وإذا يوما ما اختفى هذا النوع من المحتوى راح يكون هذا أكبر دليل على أن كلامي كان على حق، مو مثل البعض اللي كل إنجازهم هو الدفاع عن الفشل والرداءة، مثل تعليقك عزيزي. أنت بنية ساعة بيش تدخلين للبيت الله عليك. اي والله مو شرط، بالخمسة بالستة الصبح. 5 بالستة الصبح؟ ايه. هاي انتو يا من ولد بنات؟ ولد. صدق والله؟ اي والله. زين، ومتابعة الأهل وين؟ ماكو متابعة اهل. ليش؟ ما علي بهم انا. يعني عليك بروحك؟ اكيد كل واحد عليه. ليش بالذات انت مختارة تدخلين بالستة الصبح بالخمسة؟ احسن. شنو الأحسن؟ وقت حلو. وقت اصلا حلو؟ ما متأخرة. وما متأخرة؟ اي ابد ما صدق متأخرة. والله؟ اي والله. ليش ما مصاحبة بنات؟ صارت الولد امن من البنات. صارت الولد أأمن من البنات؟ اي. صدق والله؟ اي والله. متأكدة من هذا كلامك؟ اي طبعا متأكدة. يعني هسه انت ما مصاحبة بنية؟ لا مو مصاحبة بنات. لا والله. اي والله. ما أعرف بعد شباب يكتبونه بالتعليقات. اوف حسن صجمة، شفت هذا الفيديو بقناتك، بس اريد اقول لك انت سبب كبير بتشويه صورة البنت العراقية امام الدول وامام العالم. للعلم والله هيك اشكال على عدد الاصابع بالعراق، بس للاسف هم اللي صار لهم صدى. البنية العراقية اللي كنت سبب كبير بتشويه صورتها امام العالم، شنو السبب؟ ما اعرف. هي مو بس بنت وطن، هي روح الحضارات كلها. من تمشي تحس الدنيا تتزين. البنية العراقية ما تنوصف بجمالها لأنها أكبر
من الشكل. هي قصة كبرياء وصبر ما ينتهي أبد، هي أخلاق وشرف وحياة. جاهزين لمساندة نجمتكم المفضلة؟ نارو المرشحة لجائزة جوي أووردز بالرياض عن فئة المؤثرة المفضلة. اقعد مكانك واحترم نفسك. اقعد 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 اقعد، لا تقعد حلف، اقعد تكلم على قدك، اقعد. نارو مرشح للفوز بجائزة جوي أووردز عن فئة المؤثرة المفضلة. نارو هننضم مع المصطفى. نارو نارو هلا، الله يسلمك يا رب، حدوة قلبك. مؤثرة. نارو لا لهنا كافي. أكيد أنا اللي أتكلم عن هاي المحتويات أنا غلط وهم صح. الشغلة بدأت توضح أكثر وأكثر. تخيلوا ايش قد مخجل ومؤلم نشوف هيك تصرفات تصير بعراقنا. شباب المفروض يكونون سند للمحتاج، يوقفون يم الضعيف، صاروا أداة إيذاء وتنكيل بواحد مختل عقليا، فاقد العقل بس مو فاقد الكرامة. داروا عليه مي وضحكوا عليه وكأنهم سووا إنجاز عظيم. وين غيرة العراقيين؟ وين النخوة اللي نعرفها؟ شنو هذا الأسلوب اللي يخلينا ننزل مستوى أدنى حتى من الحيوان؟ المختل عقليا ما عنده عقل يحميه. بس انتو شنو عذركم؟ شنو اللي خلى ضحككم يطغى على انسانيتكم؟ هذا تصرف ما يمثل العراق، ما يمثل شعب حضارته اقدم من التاريخ. هذا يمثل قلة التربية، قلة الوعي وانعدام الاخلاق. المفروض بدل ما يضحكون عليه يضحكون على انفسهم، لانهم خسروا اهم صفة يفتخر بها العراقي، الرحمة. اذا هاي الاجيال الجديدة فاحنا بحاجة الى ان نوقف ونفكر ونعيد النظر بتربيتنا ونحاسب اللي يتجرأ يسوي هيج تصرف، لان اليوم ضحكوا على مختل وباكر الله أعلم على من يضحكون. مكان ما تخول بالشارع، حاط الزعابط وتلعب صالك سنتين بالرابع، أقعد أجلف يدي، عندي هذا مزيل الوسخ. زينب أريد بس أعرف شغلة، شنو علاقتك بالذبان؟ يمك كرشة؟ عندي هذا مزيل الوسخ. صدقني عند هذا مزيل الوسخ. ما ادري شامة تروح وترجع من الفلتر، ما ادري ذبانة توقف بوجهها، هي عبالها لجدي الا وسخ. زينب انت صرتي مثال لاوسخ محتوى بالسوشيال ميديا. المرأة سرطان بالبيت، سرطان 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 سرطان. الله ينتقم عليهم، الله ينتقم عن النسوان بجاه الكعبة، بجاه الكعبة. هذه النسوان. تعالوا انتم شو جاكم ويا المرة؟ ذاك يريد يجمعهن ويجيب 30 صهريج بنزين ويدير عليهن وانت تدعي عليهن، شنو قصتكم؟ المرأة إلها من الحكمة ما يمكن ان يغير مسار التاريخ، وكل من يستهين بالمرأة هو بالحقيقة يستهين بنفسه وبوجوده. أنا حقول حسبي الله. تدري يعني شنو كلمة حسبي الله؟ الله حيردها بعرضك. والله يابا أنا ما شايف أخطاء إملائية صوت وصورة. حسبي الله يعني حسبي الله، يردها بعرضك يعني بالعرض، يعني يردها بعرضك. أنت من أقارب محمد السالم، دا شوف فيك زحر مو طبيعي. خلفيتي مقصوصة من ورا، هيك مقصوصة يعني مو داري. خلفيتك مقصوصة من ورا؟ أدري أنت وارد أمريكي. ثاني شيء أنت دا تقولين خلفيتك مقصوصة من ورا، ليش هي خلفيتك بصفح هي ورا. وأني حاضي يكون عريض، أوكي؟ بس إنه أنا أريد بس بغض النظر عن كلامها، بس هي تشرح للدكتور اللي راح يسوي لها عملية، وهذا الشيء ما يصير ينشر، يعني من آداب هاي المهنة ما يصير شيء ينشر على المريض. عاد ما أدري هي رايدة هو رايد ينشر، والله ما أدري. أريد بس شوية بف، شوية تمام، بس تعديل بف ويكون من الجوانب. هاي شنو مايك؟ يعني هي رايدة هذا النشر، يعني دا تشرح للدكتور بذمة وضمير. لو شارحة مكونات الدولمة هم مو بهيج طريقة وبرود. نص الوطن العربي شاف الفيديو ودرى أنه أنتي راح تكبرين والله صدق عيب ترى، ما يصير هيك بالسوشيال ميديا، والله صارت عادي ترى. شنو القصة يعني؟ حتى احنا بدينا نتأقلم على هاي الفيديوهات. شوية بف، شوية. بس أريد أعرف بف بهاي العملية شنو يعني؟ والله أريد أحكي بس شلون ماكو في الطريقة أحكي بيها. يلا خليها ما أحكي، بس أعتقد أنتوا عرفتوا شنو أنا أريد أحكي. صدر يكون واقف، ستاند، يعني يكون واقف. نعم. شنو واقف وستاند، يعني تريد توضح. أخاف أكو متابعين ما يعرفون عربي تقول ستاند، يعني توضح بالإنجليزي.
من سويت العملية لا حسيت انه جسمي صار ناعم. الحمد لله. الملابس صارت احلى بهواية، يعني قبل كان هيج، هسه لا اكو نعومة بالموضوع، انه كلش ناعم وحلو ومال بيبي مناسب لعمري كلش. ناعم وبيبي. ماكو الله من قلتها مو وجود اللي نفيته، ماكو الله عد بعضهم وصح كلام اللي حكيته، ماكو الله عد سياسي عالرصيف الفقر نامت وعلى حساب الفقر من الماس بيته.